فرح بنته اتكلف 50 مليون وبيصرف مليون جنيه كل يوم علشان يشرب سيجاره، وابوه واخوه اقوى منافسين ليه في السوق، وبيتفائل بعمرو دياب وراغب علامه. باسل سماقيه امبراطور القطن في مصر، ايه حكايته؟ ليه افراحه بتكلف بالملايين؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو ده. مين فينا ما يعرفش شركة قطونيل، أكبر شركة للملابس القطنية في مصر والوطن العربي كله، الشركة اللي قدرت تحقق نجاح واسع من أول ما بدأت لحد النهاردة. بس أنت تعرف إن ورا الإمبراطورية دي رجل أعمال سوري اسمه باسل سماقية؟ باسل هو مؤسس شركة قطونيل، وأصلا اتولد وسط عيلة كلها شغالة في التجارة وصناعة القطن والملابس، يعني الشغلانة دي في دمه من زمان. أبوه كان بيشتغل في المجال ده في سوريا، وبعدها راح لبنان، ومن هناك على مصر في الثمانينيات. ولما جه باسل مصر لاحظ إن السوق المصري فيه طلب ضخم على الملابس الداخلية، بس الجودة مش هي اللي تريح الناس، يعني يا اما تشتري حاجه غاليه جدا يا اما حاجه رخيصه قوي بس مش بتعيش ولا بتريحك. ساعتها قرر يعمل حاجه بجوده عاليه وسعرها مناسب وتكون كلها قطن مصري محترم، وبالفعل بدا من تحت خالص، مصنع صغير، امكانيات محدوده، كل حاجه بيعملها بنفسه من اول التصميمات لحد التغليف. باسل كان عنده اصرار غريب ورهيب، وكان عارف ان النجاح مش بيجي في يوم وليله، لكن تعبه ده ما راحش على الفاضي. ناس بدات تجرب منتجاته، والكل لاحظ الفرق في الجوده العاليه والخامه الناعمه والسعر المعقول. واحده واحده اسم قطونيل بدا يكبر، والبراند بقى ليه مكانه في السوق، والناس بدات تسأل على الاسم الخاص بالمنتج ده. لكن القصة مش وردي، على طول في بداية مشواره واجه كتير مشاكل، زي منافسة شركات قديمة وصعوبة الانتشار، تسويق منتج جديد في سوق كبير زي مصر. بس باسل كان بيفكر بطريقة مختلفة، بدل ما ينافس بالسعر القديم نافس بالجودة، وده اللي خلاه يكسب ثقة الناس. بس اللي ما يعرفوش ناس كتير ان باسل كان شغال في الاول مع والده واخوه في شركة واحدة، لكن بعدها حصل بينهم خلافات وكل واحد راح في طريقه. ابوه واخوه اسسوا شركة الامبراطور، وباسل قرر يبدأ شركته الخاصة قطونيل، وده حسب موقع روسيا اليوم. والغريب ان الاثنين النهارده بيسيطروا على اغلب السوق المصري اصلا، كل واحد بطريقته، وكل شركه منهم عندها الاف العمال ومحلات في كل حته في مصر. بمرور السنين قطونيل بقت ماركه الناس بتثق فيها، مش بس عشان خامتها كويسه، لكن كمان عشان دايما بتجدد وبتطور وبتصدر كمان بره مصر لدول تانية كتير. بس كمان باسل معروف بحبه للفخامه، يعني لو بصيت على افراحه هتلاقي دايما ان افراحه حديث السوشيال ميديا. اخر فرح عمله كان فرح بنته تحت سفح الهرم، والناس كانت مصدومه من الفخامه، لدرجه ان في ناس قالت ان الفرح كلف 50 مليون جنيه. اللي حضروا الفرح نص الوسط الفني، هنا الزاهد، ايتن عامر، نسرين امين، هاني رمزي، راغب علامه، عمرو دياب، وحتى شاكيرا جت وغنت. الناس كانت بتقول ان باسل بيحب يفرح الكل معاه، وده فعلا باين في كل مناسبه بيعملها. بس في نفس الوقت كان دايما في كلام منتشر عنه انه بيتجوز كتير، لان سنه 2020 اتجوز للمره الثانيه، والفرح ده كان فيه نجوم كتير جدا زي عمرو دياب وراغب علامه اللي دايما بيتفائل بيهم في افراحه، ومحمد رمضان وسوزان نجم الدين. قبلها في 2018 كان متجوز زوجته الاولى زينه، واتجوزها في فندق على النيل ودفع نص مليون دولار. وقبلهم كان متجوز ام اولاده اللي عاش معاها سنين طويله قوي. طبعا كل فرح من دول اتكلف ملايين. لا ولسه ده الاشاعات برضو ما سابتش باسل في حاله، اتقال انه بيصرف مليون جنيه في اليوم عشان يشتري سيجار واحد. لكن عموما باسل مش بيرد على اي اشاعه من دول، وهو بيعيش حياته زي ما هو شايف. دلوقتي قول لنا ايه رايك في منتجات قطونيل.